سيدات كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ اموركم طيبه؟ مهم اليوم كانت عندنا واحد العزومه. الاخت ديالي كانت عرضات علينا وداكشي. المهم انا تكلفت لها بالماكله. هنا وجدت واحد البسطيله ديال الدجاج بالمذاق ديال الحوت، غتحمقكم ملي تشوفوا الطريقه ديالها. وهنا اللحيمه عندنا درتها اكومبانيتها مع الخضره، واخا راه خرج لينا عليها مول الفران. المهم خليكم معايا حتى الاخر د لا فيديو. السلام عليكم البنات، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. المهم ان شاء الله فيديو جديد وغنرجعوا اختي للطياب والماكله. المهم اول حاجه المهم اليوم غندير معكم واحد البسطيله ديال الدجاج ولكن بلا مذاق ديال الحوت. هذه ما عمري شاركتها معكم في القناه، ديجا دايره معكم غير ديال الحوت. المهم هنا غنحتاجوا في هذه 4 ديال الدجاجات. كل دجاجه انا عندي فيها هنايا جوج ونص، جوج 200، جوج 300. المهم راكم عارفين الدجاج ما كيعطيش داكشي اكزاكت. هنا راني صالخاهم محيده لهم، ماشي انا صراحه مول الدجاج قلت له يحيد ليا الجلده وداكشي حيت ما غنحتاجوهاش. المهم مغسولين مزيان ومحمضين بسكينجبير وبداكشي كامل اللي راني درتهم في الفريغو. دابا عاد ديكونجيليتهم على قبل غندير لهم الماغيناد اللي غنحتاجو فيه. اول حاجه غنحتاجو سكينجبير معلقه كبيره. المهم انايا دايره عيني ميزانيه، انا كنعطيكم بالمعالق غير باش كل وحده المهم على حساب الكونتيتي، حيت ماشي كلشي غيحتاج نفس الدجاج وداكشي. انا غنحتاج هنا معلقه ديال سكينجبير كبيره، ونقدر نزيد لانكم راكم عارفين الدجاج كيبغي سكينجبير. هنا معلقه كبيره ديال التحميره، معلقه كبيره ديال الخرقوم او الكركم، معلقه صغيره مملوءه ديال الابزار او الفلفل الاسود مليحه، و5 ديال الدروسه ديال الثومه. هنا غنحتاجوا معلقه كبيره ديال الموطارد، غنحتاجوا العطريه ديال البسطيله ديال الحوت. كاينه الحمراء وكاينه هذه، صراحه الحمراء زوينه بس انا لقيت غير هذه. هنايا اللب ديال حامضه مصيره كبيره، ماشي كبيره متوسطه يعني غير اللب ديالها. وهنايا عندي معلقه ديال الحار، عندي كنور ديال الحوت، وعندي الزعفران هذا ديال الضويمه. واخا انا ما كنستعملوش صراحه بس ما لقيتش الزعفران اضطريت انني نستعمله. هادشي اللي كاين، وغنجمعوه بكاس لاروب ديال الماء او كاس ديال الماء على حسب. صافي. ودابا غندوزو نتبلوا الدجاج ديالنا. راكم عارفين خاصو يبقى لمده طويله، انا حيت ما عنديش الوقت فغنستعملو بس لمده ساعتين، وعاد غنبدا ان شاء الله نطيب الدجاج ديالي. البنات انا باش نسهل عليا الدجاج، يعني باش دغيا يدخل ليه داك لاصوص وداكشي، غنحليتو كامل. شتيو حتى من الفخيضات هما حليتهم، يعني تبلتهم. غنتبلهم مزيان ان شاء الله وغنخليهم نعطيهم وقتهم واحد ساعتين عاد نبدا نطيب ان شاء الله. شتيو فلحتهم كاملين. هانتوما كيف ما كتشوفوا الدجاج عطيتو مزيان الاقامه، مزيان مزيان مزيان. انا غنعطيه واحد ساعتين كيف ما قلت لكم قبيله. دابا غندير ليه السلوفان وغنخليه ابار، وغندوز دابا نكمل داكشي الاخر. صافي البنات، من بعد ما تبلت الدجاج ديالي وعطيته وقته، هنا خديت 4 كيلو ديال البصله. ما نقول لكمش البنات البصله اش عامله، راها مرونه حتى هي ولات بحال الدساغ. المهم لقيتها 10 دراهم اليوم في الرباط. البارح كمان كانت 8 دراهم في الفصله. خديت 3 كيلو اليوم اللي مشيت زدت. المهم راه دايره 9 دراهم 10 دراهم. المهم البنات جاني ابيل صافي تقطع ليا. المهم صافي قلت لكم بصله البنات دايره الكرون. بصله البارح 8 ديال الدراهم، اليوم 10 دراهم في الرباط، الله القسم. المهم غناخذوا السديرات ديالنا هما الاولين نحطوهم. راكم عارفين السديرات كيبغيو الطياب وكذا، فها هما غنستفوهم هما الاولين، ونخليو هذا نخليو الفخيضات حتى الاخر الفوق. حنا اصلا غنقلبو قلت لكم غنقلبو. هنايا خديت 4 كيلو ديال البصله، بحال قلتو كل دجاجه فيها كيلو ديال البصله. المهم بالنسبه اللي بغات دير يعني كميه ديال كيلو. انتوما حرات كل واحد حل. يا كنونو يجي واحد حر
الواحد حر في حياته انا بنتي. حرة وغرة ومره عرفتي راه ما نعاود لكمش البنات التتبيله شحال خطيره، لازم تجربوها. عاد ديك الساعه ردوا عليا الخبار. عرفتوا هاد 4 الكيلو راه ما كتبقاش تبان نهائيا، والله القسم راه كتولي قليوله، حيت حنا غنعسلوها في الاخر. فهمتوا؟ دابا اش غندير؟ غنحط هاد الفخيطات. بقاو ليا هاد شتيوهم هادو جنيوحات وداكشي حتى هما درتهم مسلوخين، ما بغيت نستغلهم. انا حرة ومرة غرة. صافي دابا غنكبو هاد الصوص شوي كيكه اللي بقات من الدجاج، وغناخدو واحد حامضه عاديه معصوره صافي. وهنايا القزبر ومعدنوس. المهم معدنوس خاصو يكون كتر من القزبر، ما مكتراش بزاف انا صراحه، لاني عاوتاني غنحط في الحشو الاخر. صافي وغنديرها فوق البوطه دابا على نار مجهده. بيد ما نطلع ليا الغليه عاد غنقص منها شي شويه، لان راكم عارفين انا حيت ما غندير لا ما لا والو، فالدجاج خاصو يطيب غير في الماء ديالو د البصله ولا غيطلق حتى هو الماء ديالو. وانتم راه غادي تشوفوا. دونك كيف ما قلت لكم ما غنديرش الماء نهائيا، راه هو غيطلق الماء ديالو، وغنقص من البوطه باش كومصا داك الماء ديال الدجاج والماء ديال البصله كيخرج. دابا غندير العافيه تكون مجهده ان شاء الله. صافي البنات، مهم هنايا غير الدجاج ديالي بدا كيطلق الماء ديالو، البصله حتى هي كتطلق الماء ديالها وبدات كتطلع الغليه فيه. صافي بديت كنقلبو هنايا باش يعني الربيع وهذا يوصل لجميع يعني الدجاج كامل. وهنا شديت واحد الفلفله حمراء، شديتها شويتها وطحنتها مع شويه ديال زويته بلديه وزدتها باش تعطيني داك المذاق ديال الباربيكيو. ودرت زبيده معلقه كبيره اللي بغيتو. هنا زويته بلديه درت القياس ديال كاس الا ربع ديال الزيت بلديه بينها وبين زيت روميه. وصافي كما شتيوها نتوما راه الدجاج قرب هنا يطيب. وشتيو المياهات اللي طلقات وداكشي. المهم حيت الدجاج من طاب ليا حيدتو كامل باش نفرتو داكشي، نحيد العظومه وداكشي. وخليت ديك البصيله في البصيله والمريقه تتعسل ليا مزيان. هانتوما غادي تشوفوا في الاخر كيف ولات ليا، زعما يعني كيف بغيتها انا تكون ليا في الاخر. صافي هادشي اللي كاين هنا. بقيت معاها راه شفتوا تبارك الله ديك البصيله واخا 4 كيلو ما عقلتش 4 كيلو اللي درت. شوفوا تبارك الله يعني شحال يعني بقات كتبقى كتعسل حتى كتولي قليله. ها نتوما شتيوها كيف ولات، حتى يعني ديك الزويته كتولي كتعزل على البصله. هنا فين كتاكدوا انها صافي تعسلات. صافي انا الدجاج ديالي كامل فرتتو حتى هو ما بقاش كيبان يعني بزاف. هنا شديت الشعريه ديال الروز من بعد ما سلقتها. مهم هنا عندي لي بزار والعطريه بسطرة الحوت والملحه غنحتاجهم. هنا شديك بشويه ديال الفلفله اللي بقات لي من ديك الحبه. هنا زويد، هنا الحامض مصير حتى هو خديته. هنا الزيتون من بعد ما طحنته هو شويه د الحار. وهنا لي شامبينيون، كاين المعلب وكاين الفخي درتو في مطايب حتى تنفخ يعني وصفيته. المهم غسلته مزيان وداكشي قطعته طريفات صغيورين. وتقدروا حتى ديروه في الهاشوار، درتو في الهاشوار. صافي هنا يعني ديك البصله ديالي بغات تخرج لي البصله ديالي بعد ما تعسلات وداكشي. شديت داك الدجاج ديالي كامل حطيته تما باش صافي يعني صافي طفيت البوطه عليه وخليته بيناتهم كيزيد يشرب. وخديت منه على فكره البنات، خليت من ديك لاصوص خديت منها واحد الزليفه هي اللي درت بها الشعريه، يعني باش كلشي كيعطي نفس المذاق كيبقاو متجانسين مع بعضهم. صافي لوحت انا لي شامبينيون بجوج. انا ما احتاجيت ندير لا بصله لا حتى شي حاجه، شديت غير داك شويه د لاصوص اللي شاط ليا، زدت عليها حامضه مصيره وشويه ديال الفلفله، ديك الفلفله الحمراء اللي شديتها قلت لكم طحنت، خديت النص والنص خليته للشعريه. وهنا شويه ديال الربيع يعني المعدنوس كتر. المهم عينكم ميزانكم. وهنا ديك البصله والعطريه ديال بسطره الحوت ومليحه درتهم. المهم ما كثرتش الملحه بزاف، راكم عارفين باش كتقادوا المذاق وداكشي ما خاصش يجي كلشي مالح. صافي هنا خليتهم. برافو مامي برافو، خليني نكمل مامي. داكوغ ما شيري.
البنات انا كنسجل لكم وبنتي جات كتوريني لي ديفوار ديالها. المهم قلت لكم هنا كنخلطوا العناصر كاملين مع بعضهم وداكشي. عاد لوحت هنايا الشعريه. هنا ما عقلتش شحال كنت خديت الباكيه الكبيره البنات. المهم هنا زدت عليها الهريسه. راه واخا كنديروا البنات الحار درتو في الاول ودابا راه ما كيبانش بزاف، وحنا حيت عندنا الوليدات وما بغيتش ندير الحار بزاف. انا خديت الصويا صوص، عينكم ميزانكم. المهم خديت انا عندي العاقده هنايا درتها. تقدروا ديروا حتى ديك الصوص ديال يوكمان حتى هي ديال الحوت، راه زوينه، ولكن انا ما كانتش عندي. هنا زدت صافي هنايا طفيت عليه. البنات ها هو الدجاج ديالي من بعد ما طاب ومن بعد ما صفيتو. منين صفيتو عطاني هاد العصاره هادي شتيو ديال الزويته، هي اللي غادي ندهن بها الورقه ديالي ديال البسطيله. وهادي ديك الشعريه ولا شامبينيون. وخلاص هذا لو فروماج اللي غابيت. دابا غنبدا نمونطي البسطلات ديالي. غندير 2 بسطيلات ان شاء الله. ها نتوما معايا. صافي البنات، المهم هنا شديت 2 ديال لاطات، المهم القياس ديال 45. بديت كنحط في الشعريه، حطيت نص ديال القياس ديالها في 2 بسطيلات، في 2 يعني بلايص. كنحاول ندير كلشي يجي متساوي. هنا زدت الفرomاج من الفوق، عاد درت الدجاج. داك الدجاج يا البنات راه ما نعاود لكمش كيف جابني، ضروري لازم تجربوا هاد البسطيله هادي. اول حاجه لانها شويه مرقفه، ماشي بحال البسطيله ديال الحوت كتاخذ بزاف ديال تخسر فيها بزاف الفلوس. حتى هذه صراحه، ولكن هذه تحمر لك وجهك قدام الناس. واخا ما ديرش بسطيله ديال الحوت كتحمر لك وجهك هذه قدام الناس. صافي من بعد كنزيدوا الدجاج ديالنا كامل رشو تبارك الله، جات عامره بالدجاوج. صافي من بعد كنعاود نشدو شويه د الفرomاج كنزيدوه. وكنزيدو الشعريه اللي بقات لينا. صافي يعني بحال قلتو الدجاج كيجي الوسط والشعريه كتجي لتحت وكتجي الفوق. صافي هادشي اللي كاين. كنشدو من بعد داك كنشدو بياض البيض، كنجمع به الورقات ديالي، وداك شويه ديال لاصوص اللي شاط ليا من داك العصاره ديال الدجاج هي اللي كنسم بها الورقه ديالي باش كتجي بنيونه. صافي هادشي اللي كاين، حيت حنا راه صيفطناها للفران، ماشي يعني ماشي طيبنا في الدار وداك الشيء. فما نعاود لكمش بعدا طلع لي الدم واحد، ما نكذبش عليكم طلع لي الدم بزاف على قبل الفران. زاد لينا في الطياب في اللحم وحتى في البسطيله، بقى فيا الحال بزاف. ولكن هادشي ما خلاش هادشي ياثر عليا، لانه هادشي جا بنين تالمون جا بنين. صافي ما بقيتش معصبه. كيف ما قلت لكم اللحم زاد ليا فيه الطياب، والبسطيله حتى هي نفس الشيء شويه ماشي بزاف. المهم راكم غادي تلاحظوا، ولكن ما اثرش يعني ماشي حرقهم، لا هو غير حمرهم بزاف. وانا ما كيعجبنيش بحال هكاك اللحم سورتو، ما تيعجبنيش يطيب بزاف لدرجه انه يعني يتحمر يعني، فهمتوا؟ خلاص المهم من بعد كلشي جا بنين اهم شيء، وكلشي كان راضي على المذاق، كلشي عجبو. كيف ما قلت لكم درنا هنا 2 بسطيلات، لانه حنا تبارك الله غير هكا مع بعضياتنا 2 حطات. وصافي هذا ما كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. من بعد البنات ما شديت الورقه وجمعت البسطيله، كنبقى نبرك عليها بحال هكا باش كاع داك باش كاع يعني داك الخوا يعني اللي فيها الفراغ اللي فيها يتنفسني اللي زعما الورقه. ومن بعد كنشد واحد الكوردون كنتقبهم مزيان. وهنايا مع كان باقي عندي شويه د الوقت درتهم في الكونجيلاتور، خبيتهم يعني حتى لينا نحتاجهم. وصافي هادشي اللي كاين. المهم هنايا في الليل حنا راني عند اختي، الاجواء بالليل عندهم زوينه، كندخل للبالكون كنمشيو بالدنيا هنايا زوينه الاجواء في البار. وهنا في الصباح نضت في الصباح، خرجت نونو طلعت للسطاح، وصافي خليتها تستانس شي شويه تشم شي شويه. كان عاجبها الحال. وانا كانت ماشي اول مره صراحه غنطلع لعند اختي للسطاح، كنطلع اول مره غنصور هاد الاجواء هادي زوينه عندهم في السطاح. وصافي هنا نونو محيحه. وهذا ما كان. دزنا اللحيمه البنات، راكم عارفين اللحم انا مارينيتو النهار بنهارو. صافي هذا ما كنخليكم معايا. هنا شديت 2 دانونات مسوسين، درت معهم 2 كنورات ديال البقري، ودرت معاهم الابزار، درت القزبر حبوب، ودرت شويه ديال الموطارد، ودرت شويه ديال الثومه والابزار. صافي وجمعت. دابا غنشد اللحم ديالي كله، غنصايب ليه هكاك، غنصايبو بالموس وصافي. غنصايب ليه هاد الزيت يا البنات.
شربتها دابا شربتيها بنتي؟ برافو. البنات هنا شديت شريحه درتها في مطايب، غسلتها بعدا مزيان، درتها في مطايب وحيدت لها داك الوسطاني ديالها اللي تيكون قاصح، حيدتو البنات ودرت هنايا الكركاع الوسط. المهم خويتها من الوسط وتقبتها، ماشي تقبتها يعني هكذا بركت عليها باش داك الوسط ديالها دخل، وحطيت الكركاع تماك. المهم هنا عسلت وشديت فانيا، تقدروا ديروا حتى الساشي ديال الزهر، شديت فاني درتها فوق البوطه. المهم هنايا درت فاني، زدت عليها القرفه يعني. المهم كديروا القياس ديالكم. انا هاد الشريحه بغيت نزوق بها اللحم صافي. درت السكر كلاصي هنايا او السكر ناعم، درت القياس ديال جهد تقريبا واحد 4 ديال السكرات، يعني 4 ديال المعلقات وصافي. من بعد زديت المطايب، زدتو يعني المطايب شويه، ماشي كاع حتى لدرجه اني غطيتها وخليتها فوق البوطه تتعسل لي ديك الشريحه. راه ما نعاود لكمش ديروها غير بوحديتها، راه كتحمق بالمذاق. انا خديت البيض السمان درتو كيتسلق، كنقي فيه صافي. هنا من بعد ملي طاب ليا الشريحه ونشفات درت عليها الزجلان بيض، الزواق راكم عارفين. صافي هادشي اللي كاين. جات قلت لكم المذاق ديالها خطير جدا جدا جدا، لازم تجربوها. هنايا خديت واحد زوج ديال البيصلات درتهم، درت لهم الدسر وزوقتهم شي شويه. هنا شويه ديال المطيشه سوغيز مع داك البيض السمان، درت عليه شويه ديال البافون وبلاتي كنشرح لهم. ديال الباركينغ تحسب عليه، تحسب عليك خديتي، تحسب عليك خديتي. صافي البنات هنا جالسه كنوجد في الكوزينه، وجاو عندي هاد المشاغبين جالسين كيصداو فيا. صافي هادشي اللي كاين. كنوجدو هنا كسكروط اون ميم طون العشاء، لانه هما جاو شويه بكري، كنا نديرو شويه ديال هكذا كسكروط اتاي وتخربيقات ماما جابت البغرير. المهم صافي هنا جالسين شويه مع بعضياتنا. ونونو بغات تقول لكم شنو بغات تقول لكم كليله وقطعتك مامي. لا من البنات انايا ضاعت علينا طاتي ناديه وحبيبي رشيد وسعدونا ومرموره. وينو كي جاك هادشي بعدا؟ زوين بالصحه والراحه. بغيت نبقى معاهم ونبات معاهم ان شاء الله نيكست تايم معاهم. معاهم. سنورة كانت كبر مني. والله الا ناديه كان عندها الخاطر. البنات هنايا جالسين مورا العشاء. صافي راجل اختي جاب واحد التلفزه صغيره كتكون في الكوزينه، درناها وجبدنا تنسترجعوا الذكريات. سعد ومرام فاش كانوا صغيورين كانوا كيسجلوا لهم فيديوهات وداكشي. المهم استرجعنا الذكريات. هنا راه كنموت وبالضحك عليهم، الطريقه كيفاش كانوا كيهضروا، كيفاش كانوا صغيورين، ومع بنتي وبنت حنان صغيورين ما كانوش كيشوفوا هاد ما عارفينهمش كيفاش كانوا فاش كانوا صغيورين. ماتوا بالضحك عرفتي. المهم استرجعنا صراحه دوك الاجواء والذكريات وتجمعنا مع بعضياتنا، وكانت صراحه شويه غزاله، والويله كانت غزاله صراحه. وما كاين ما حسن من العائله، وما كاين ما حسن من الحب، وما كاين ما حسن من الخوت، وما كاين ما حسن من الوالدين. وصراحه ولا اللي خطاهم علينا ولا اللي خطا علينا وليداتنا والله يخليهم لينا. المهم هنا صراحه ما سخيناش والله ما سخينا، قلت لكم متنا بالضحك وانا جادين سعد كان كيف المهم هادشي اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم بزاف،
شجعوني وانا عارفه راسي كنهضر عليكم، ولكن ما كنبغيش نبقى نحط اي حاجه. المهم شجعوني باش نبقى ان شاء الله نحط بزاف ديال الفيديوهات. الله يخليكم ليا وباي باي.